بقى ننسى اللي فات ده برغم كل بلاويه وكل اللي حصل والاساءات والاضطهاد والاخوانه والتمكين وكل اللي حصل ده، لان خلاص يعني احنا الشعب تعب واحنا تعبنا كلنا. نبص لقدام وربنا هو اللي هيحاسب في الاخر ويحاسب كل واحد على اللي عمله، لان خلاص عايزين نزق بلدنا بقى لقدام. الناس تعبت وكده. طي صفحه الماضي يعني. بنتهز الفرصه دي بقول لحضرتك يعني كلنا كنا شايفين وقفاتك انت وقضاء مصر العظيم، مش القضاء اللي من اجل مصر، القضاء الحقيقي اللي وقف وما سابش بلده وما سابش شعبه، وقف معاه وادانا قوه عشان نوصل لليوم ده. فانا ارجوك انك تتسامح وننسى اللي فات ده وننسى كل اللي فات عشان نبني قدام. ربنا شايفنا كلنا وهيعاقب اللي افسد وهيعاقب كل واحد في الاخر. تمام. انا عايز اقول لك سياده المستشار، واحنا على الهواء مباشره دلوقتي احنا بنعرض لقطات يعني سجلت من ربعه العدويه قبل قليل للقوات المسلحه، وهي تؤمن المتظاهرين المتجمهرين في ربعه العدويه وهم بيغادروا مكان ربعه العدويه. ما بقولش العدد قد ايه، ما عنديش اي ارقام دقيقه، انما احنا شايفين نوع من التواجد الامني للقوات المسلحه في هذه المنطقه. سياده المستشار اتفضل يا فندم. اولا يعني دعني يعني اقدر راس نجيب بيه ساويرس اعتذارا عما حدث منهم له. ايوه. وصدقني يا باشمهندس نجيب انه يوم ان غادر انخلع قلبي، لاني على قله لقاءاتي بالمهندس نجيب ساويرس، الا انه منذ ان تلاقينا في نادي الغابه او نادي العاصمه في لقاء تكريم الدكتور سيد البدوي برئاسه او احتفاء به برئاسه حزب الوفد، ادركت ان هذه الشخصيه شخصيه وطنيه جمعت طبعا في طياتها كل شهامه ابناء البلد. كل محبه الرجاله، صعيدي ابن بلد شهم محترم. يعني انا يوم ما رجع انا حسيت ان جزء من جسمي كان بره ورجع تاني. تمام. وانا بحييه وانا بنزل على رايه، لانه يعني وهو الذي ذاق منهم الامرين، يدعو للتسامح فعفى الله عما